الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. اللهم ارحم والدي وإخوتي وكل موتى المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم متتبعاتي مشاهداتي الكريمات، صحة فطوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جيتكم بوصفة تقليدية قسنطينية رائعة، ممكن كاين اللي نساوها، وصفة مقروض الورقة. هنا قبل ما نروحوا للوصفه تاعنا راح نعطي لكم تدبيره عجبتني رائعه ما نبخلكمش بها. يعني راح نروحوا لهذيك التمر اللي بقات في راه تبقى لكم في الصحن وما ياكلوهاش ويخيروها. نلمها كل يوم 2 حبات 3، لميت هذه الكميه. بعد ما درت ايضا بها حلوى في فيديو سابق من المكسرات نفطروا بها، يعني كل تمر بالجوز والمكسرات. هنا نجيبوا التمر تاعنا ديك، اذا كان طري عندكم نوعيه طريه رحيوها، نقيوها من النواه وكل رحيوها مباشره، تجي نضيفها في الدار خير من اللي نشريوها. اذا كان يابسه شوي سيدتي حطيها على فابور، يعني حطيها تفور شويه، ما تخليهاش تطول، لان التمر ضعيفه وما تريزيستيش وراح تذوب لك في لا فابور. هنا هي عينك ميزانك، ديري لها كيلكو مينوت برك، جوست تتليلن شويه تعود لينه نحيها. هنا كعادتنا في قسنطينه كل مقروض نديروه بهذا الغرس تاعو بهذه الطريقه، شويه قرفه شويه قرنفل قرنفل عفوا، وشويه ججلانيه محمصه تعطينا داك القوه ديك البنه الرائعه. هنا زدت الخاصيه اللي ميزتني انا، زدت شويه عسل التمر. انا عندي دبس التمر خدمته في الدار، اذا ما عندكش دبس التمر سيدتي تقدري تزيدي شويه تاع عسل نورمال تجيك طريه، واذا كانت التمره ديك اللي تكون جافه وصامته راح تجيك حلوه وتجيك مليحه وبنينه. هنا نروحوا الان ونديروها بشويه زيت. هنا ما زدتش خلاص فيها الماء، تقدروا كاين اللي يزيدوا الزهر، كاين اللي الزهر تيبسلو على نوعيه التمر تاعكم. نروحوا لهذيك الغرس او التمر تاعنا، نروحوا نوجدوها نديروها حرابش. يعني قلت لكم هو مقروض كاي مقروض فقط، هنا مسمينو الورقه، دوك نروحوا عليه سميناه مقروض الورقه. خلصنا هذاك الحرابش نتاعنا، نروحوا الان نديروا لاباط العجينه هنا بالفارينه، نديروا 4 كيلات بكيله واحده تاع سمن او تاع دهون. هنا درت كميه هنا قليله لاني راح نعطي لكم فقط الوصفه وعلى قد الغرس. هنا نجيبوا الدهون تاعنا هذيك. كاين تقدروا هنا كاين اللي يديروا تحبوا، انا درتو بالزبده تاع لابيل، تحبوا ديروه بالسمن، سمن مخلط زبده، شويه زبده وشويه زيت، هنا كيما تحبوا واش عندك بالبيت. المهم ديري سيدتي البسوس نتاعك كيما نديروا يعني العجائن الاخرى، ماشي شرط ديري بلابيل كيما درت انا، تقدري ديري اي نوعيه تاع زبده ولا سمن. والسمن الميزه تاعو انه يعطيك هذيك القرمشه كيما نديروا به بقلاوه التركيه، يعني الميزه تاعو يعطيك تبقى الحاجه مقرمشه تاعو. هنا انا درتو جاني طري بالزبده روعه، مبسس ويذوب في الفم. نحطو قبسه ملح شويه زهر ونبلو بالماء. هنا كي نبلوه عين، اذا كان موالفه تخدمي العجائن كي تبلي طبعا مش راح تحطي الكميه تاع الماء كليه، حسب الفارينه. كاينه فارينه ما تقدريش تكيلي، كاينه فارينه تشرب، كاينه فارينه ما تشربش. هنا دونك راح نحطو غوت غوت كيما نقولوا بالقطره بشويه، نعجنو ونخلطوا حتى نتحصلوا على عجينه طريه. اذا كان حطيتي كميه كبيره من الماء او ما عنده ما يلمهولك وتولي تقولي واش هي الحل اللي راح ندير للعجينه تاعي، دونك حطي بشويه. هنا نروحوا للعجينه تاعنا ديك راح نعجنوها ندلكوها شويه من فارينه، راح ندخلوها في بعضها وتعطينا عجينه رطبه ناعمه ومتجانسه. بعد ما عجناها نروحوا لوزوها هكذا. اذا كان عندك مكان العمل سطح العمل تاعك كبير ديري ورقه كبيره، ديريها في ورقه كبيره. انا هنا السطح هذا صغير، راح نقسموا خبيزات صغيرين ونخدم بعقلي هكذا، درتهم على 4 قد الحرابش في 4. نروحوا الان بعد فقط خليوها تركح كيما نقولوا حنا ترتح، خليو العجينه تاعكم على الاقل خليوها ساعه كامله ترتح لكم، يعني ساعه اقل مده فما فوق. كي ترتح العجينه تقدروا تخدموا بها، كي ما ترتحش تجيكم صعيبه في الطريحه. هنا شوفوا الطريحه تاعي بخاسك، يعني سطح العمل يبان، ديروها شفافه كيما نديروا تاع البقلاوه تجي شفافه، ولهذا سمي مقروض الورقه. نروح طول في مقروض المقله، تالمون نديروا مقروض المقله بزاف، كل ما نقول ورقه هذا نساوي نقول المقله.
معذره. نروحو نخدمو بالطريقه هذه، ندخلو مليح للطبقه الاولى، نعدلوها ونروحو نديرو هنا 3 دورات تاع العجينه تاعنا. لهذا سمي الورقه، يجي متورق، نديرو 3 دورات. شوفوا هنا العجينه جات طريه ورائعه وسهله للعمل وخفيفه وجات طريه ما شاء الله. الخياطه هذيك اذا كان هنا طريه لصقت لي ليه، اذا كان شويه جاتكم صعيبه حاولوا تلموها كالخياطه وديروها من تحت الشقه ديك باش تجيكم لا فينيسيون تاع المقروض تاعكم مليحه. الان راح نروحوا لطريقه التقطيع. طريقه التقطيع طبعا عينك ميزانك، ما عندوش طابع، هو شيء تقليدي ماهوش سيونس اكزاكت. حاولوا تقاربوا الحبات فقط هكذا، لكن بشرط هنا طريقه التقطيع تروحوا تجيو ديروا يعني السكين او الموس تاعكم يكون من الاحسن حاد، وديروه الي روتور، يعني رايحين جايين كما نقولوها ذهابا وايابا، باش هكذا لانه طري لو كان تضغطوا وتقصوا مباشره راح يفسد لكم شكل الحبه تاعكم. راح نقطعوه بهذا الطريقه، شوفوا كيفاه حتى المنظر تاعو جا مشهي رائع بزاف بزاف. ونتمنى فقط الجديدات لأول مرة تشوفوا القناة ديروا لي اشتراك، دعموا القناة، تدخل لي في الفافوري. القادمات ننتظر منكم ديما اللي مولفين يعني يشاهدوا وصفاتي ويعجبوكم، ننتظر منكم تعليق لايك وبارتاج. هنا نروحوا الان لطريقه التزيين تاعو ايضا باش ما تفسد لكمش الحبه وتضغطوا بالكاوكاو. شقوا ديروا شق صغير بالسكين باش هكذا ما تفسد لكمش تضغطوا وتفسدوا شكل الحبه تاعكم تاع المقروض. نكملوه كامل ونروحوا نحطوه في الفرن على درجه حراره 180 من 20 الى 25 دقيقه. وكل وحده هنا حسب الفرن تاعها، كاين الفرن تاعها النوعيات عاد تختلف. المهم عسوه حتى يجيكم يعني بريسك بلون كاسي، برك ما تخليوهش ابيض خلاص باش يجي بنين، جوست يبدا هكا حمار شويه برك. دوك تشوفوا النتيجه هنا نحيوه باش يجيكم بنين ويجي طري ولذيذ. شوفوا شكله مشهي. انا بنتي تعيط له بقلاوه تاع الغرس يعجبها كيعود هكذا وجا طري ما شاء الله. نروحوا الان لا كولور تاعو شفتوها كما قلت لكم، خليوها هكذا واللي يشتي يحمروا شويه يحمروا هكذا راهو جا مليح. المهم هذوك الورق راهم خفاف ويطيبوا ليه نشحروه. كاين اللي ياكلوه كيما ياكلوا الكعك النقاش تاع الغرس، وكاين اللي يشحروا اللي يعودوا خصوصا مرضى السكري ما يديرولوش العسل هذه، يحطوه بالطريقه ياكلوه عادي. هنا شحرناه، حطيت شويه عسل وشويه زهر باش يعطيني تلك النكهه. نتمنى الوصفه تعجبكم. صحة في سحوركم وصحة في فطوركم، والسلام عليكم. مشاهدة طيبة، شهية أطيب، وإلى اللقاء مع وصفة أفضل بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.